السلام عليكم يا جدعان، والنهارده فيديو جديد في كوكب جاكجو. طبعا يا جدعان النهارده الفيديو هيبقى طبعا زي ما شفت في العنوان، هدير عبد الرازق وحواراتها اللي كترت. يا جدعان حوارات هدير عبد الرازق كترت قوي، يعني خلاص الموضوع اتقفل، اللي هو القديم تمام اتقفل، ما تفتحيش كتير. تظهر بقى ايه؟ فيديو تاني. لحظة الاعتداء لحظة الاعتداء على البلوجر هدير عبد الرازق. تمام، وتقريبا اللي كان بيعتدي عليها ده جوه شقتها ده كان جوزها يا جدعان. فنخش نشوف الفيديوهات مع بعض ونشوف ايه الحوار، اصل حواراتها كترت بصراحه، فانا عايز اشوف. من غير ما اطول عليكم يلا انزل بالانتو. Sorry ass DJ. اول فيديو يا جدعان للفنانه هدير عبد الرازق. وبعد كده تبقى انت تروح فين؟ حاجه عند بنت ها؟ الراجل ده عند بنت فيهم عند بنت فيهم الراجل ده عند بنت سحيلة يا جدعان، عند بنت فيهم ده سحيلة على الارض، حرفيا سحيلة على الارض سحلة. انا سامع كلام بيتقال بس الكلام مش مفهوم، الكلام مش مفهوم نهائيا. مش عارف ده ايه، دي لغتنا دي ولا ايه، مش فاهم. الله لا 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 لا. لما انت فهمت كلمتين، بيقول لها يا جدعان في الفيديو، بيقول لها لما انت نازله من بيتي مش هين عليكي تلبسي حاجه عدله. هو انت رجولتك جايه تظهر دلوقتي يا تنتن؟ رجولتك جايه تظهر دلوقتي يا حبيبي. غطيها ونام، غطيها ونام. لا حتى اوبر. يا جدعان بيقولوا الفاظ كتيرة يا جدعان. فيها الفاظ كتيرة اتقالت في الفيديو فشخ. ايه ده؟ لا 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 يا بنت الشعر ايه يا فنان، كفايه الفاظ على كده يا فنان. زي ما انتوا شايفين يا جدعان، يعني هو سحيلة ضاربها شتيمها، بص طلع كل الجل فيه، بص طلع كل حاجه فيها. فيا جدعان سمعت عن فيديو ده بيقول ان الشرطه يعني كانت بتحاول ان هي تقبض عليها وكده. فتعالوا نشوف الحوار. ما بيتكسر عليا الحيوان ده، جايب لي نقطة مدينتي، بيكسروا عليا الباب. تقول لك الحيوان ده اللي هو تقريبا جوزها، فجايب لها نقطة مدينتي، يعني ما اكيد يعني دي شرطة جاية لوحديها، يعني انت عملت فيديو واتنشر، فطبيعي ان الشرطة هتيجي تشوف الحاجات دي، طبيعي. هو ماله بقى؟ هو اكيد يعني رفع هو القضية تمام، بس هو ملوش دخل، دي الحكومة يابا، دي حكومة جاية تشوف شغلها. بدون اي ولا حق ولا استجابة ولا ضغط ولا احضار، وبيكسروا عليا باب الشقة اختي زي ما انتوا شايفين. ازاي يعني من غير ولا ضبط ولا احضار، من غير اثبات؟ ازاي الحكومه هتجيلك كده يعني حاجه مش في المنطق، ازاي كده يعني؟ ما اكيد يعني انت عملت حاجه فهم جايلك عشانها، كل عارف انت عملت ايه. يعني الفيديو اللي انتشر ده انت اللي نشراه. صباح الفل يا هدير، صباح الفل يا باشا، صباح الفل. اجيب لك كوبايه شاي معاه؟ انا عايز حق، الحقوني عشان بيكسروا باب وبيهددوني، جايب لي شوية ظباط من نقطة. كسروا عليك الباب لما تفتحي، انت خايفه من ايه؟ خايفه من الحكومه لما تفتحي؟ هي دي حكومه هتيجي تاخدك بس تشوف الحوارات اللي انت عاملاها دي، بس كده دي، عشان بعد كده ما تعمليش حوارات تاني وتصدقي امنا. تمام يا جدعان. انا سمعت برضه عن فيديو تاني ان هي كانت بتحاول تنط على الفيلا بتاعت جوزها ده عشان تاخد تقريبا الفيديو من على الكاميرا. تعال نشوف كده.
حراميه قد الدنيا دي يعني، بسم الله ما شاء الله، فنانه بلوجر حراميه كده يعني. بس ايه، انت كل حاجه داخله فيها كده يعني، ما سايباش حاجه للناس التانية خالص. فيديو تاني يا جدعان، لما الحكومه كانت بتقتحم عليها البيت وكده يعني. انا مش هفتح باب، انا مش هفتح الباب، مين؟ انا مش هفتح الباب، هجهز لي النيابه والله ابدا تبقى تعالى. بتقول لهم انا مش هفتح بيبان، انت ولا معاك ولا اثبات ولا، انا مش داخله دماغي لحد دلوقتي يعني. ما كده الحكومه مش هتيجي تمس عليك يعني، وعايزه كده يعني، اكيد يعني يا فنان، اكيد الحكومه جايه لك معاها ضبط واحضار اكيد يعني. مش عايز اقول حاجه، انا بواجه دلوقتي. انت جاي تاخدني باي شكل ولا باي صيفه؟ هو مين اللي المفروض يتاخد؟ مين اللي المفروض يتاخد؟ انت المفروض تتاخد. انت على الفيديو اللي انتشر ده، انا مش عارف هم طلعوك التاني ازاي اساسا يعني. الفيديو الاولاني انا مش فاهم برضو انت ازاي طلعت تاني، حتى لو جزء حاجه انتشرت كده ايه. وبعدين انت طلعت بعدين ونفيت الخبر ان هو مش جوزك اساسا، يعني ايه؟ نقطة مدينتي بتكسر عليا باب الشقة عشان ياخدوني، ومعاهم زفت التين طليق. زفت التين طليق. معلش. الكلب ده جه خبط وقال لي افتح، انا عايز اتكلم معاكي، وانا معايا اختي الكبيره وابنها في البيت. جاي يستفرد بيك يعني، بيقول لك انا افتح الباب، انا جاي اتكلم معاك ومعايا اختي الكبيره وكده يعني، عشان المباحث يخش يقبضوا عليك، صح كده؟ فتحت لقيته جايب لي النقطه بالوسايط بقى، بالتليفونات اخوه وابونا. ماشي وسايط ايه؟ ماشي وسايط ايه يا حاج؟ ده حكومه. الناس دي كانت خدتني قبل كده وبهدلوني بغير وجه حق. معلش. انا قاعد على اختي لوحدها، ودلوقتي بص، سدين الباب العين السحريه بايديهم اهو، سدين. سدين العين السحريه بايديهم، بسم الله ما شاء الله. معلش يعني كنت هتعملي بيها ايه العين السحريه دي؟ ممكن تقولي لنا بس، عشان انا بحب استطلع الاراء وكده يعني. انا حبسني قبل كده، انا فضحني قبل كده، انا تجار المخدرات الزباله، انا خاسر. الله الله الله، هو اللي حبسك قبل كده وهو اللي فتحك قبل كده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده يا واطي يا قليل الادب يا اطرقها؟ ليه كده؟ ليه كده تخلي الاستاذه هدير تتفضح وتتحبس؟ ليه كده يا قليل الادب؟ ليه؟ معلش يا استاذه هدير، معلش، الدنيا هي الدنيا كده يا استاذه هدير، تاخد وتدي، بس انت مدياك يعني. صوبك جايين وصايب والتليفونات جايين ياخدوني انا. تمام، احنا كده فهمنا يا جدعان الحوار كله، ان طليقها تمام اللي كان جوزها معاه وسايط. معاه وسايط، وطبعا هو اللي جايب الحكومه وجايين يقبضوا عليها وكده يعني، امين. حوار فاكسان والله، حوار فاكسان وحوارات تهدير عبد الرازق كده. وفي يا جدعان في اللايف يعني، في ناس دققت في الفيديوهات اكتر، لقيت ان في اللايف اللي هي كانت عاملاه في واحد بيفصل النور، لان هي كانت قايله بيفصلوا عليا النور وبيخبطوا عليا الباب وبيكسروا عليا الباب ومش عارف. ففي واحد كان بيقفل النور ويفتحه من العداد بتاع بيتها اللي هو الاوتوماتيك. فحوار فاكسان، حوار فاكسان من الاخر. فكده يعني خلاص، حوار فاكسان يا جدعان. تيجي يا جدعان اوريكم شويه فيديوهات من بتوع الفنان عديد. تعالوا كده نشوف لفه كده، لفه بسيطه 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 خالص، عشان نشوف هل هي تستحق ولا ما تستحق. تمام، نعمل نفسنا كاننا ولا نعرفها ولا نعرفها. ما شاء الله. شايفين؟ متداري ايه؟ هي كل حاجه باينه اساسا، متداري ايه؟ دي أول حاجة، ده احنا كده بنستفتح. ده اول حاجه؟ بتستفتحي؟ انت كده بتستفتحي؟ يا نهار ابيض، كده بتستفتحي؟ وبعدين الاستفتاح يخرب بيتك يا هدي. بصوا من هنا دانتيل، من هنا دانتيل؟ انت بتورينا يعني؟ بتورينا الدانتيل بتاعك من هنا ومن هنا. قالوا يا جدعان عشان تحكموا معايا هل هي تستحق ولا ما تستحق. ممكن احنا ظالمينها برضه. اي صيدليه تحت البيت وتقولوا لها عايزين لزق طبي. ايه ده؟ من اللي هو هتعمل لنا عمليه ولا ايه يا فنانه؟ هتعمل لنا عمليه؟ ده عمليه صح؟ تعالوا نشوف كده العمليه بتاعتها. الموضوع هايف يا جماعه. ايوه ايوه، ما احنا عارفين طبعا. شايفين؟
شايفين؟ لزق طبي عريض ابيض، لزق طبي ابيض عريض. تمام. اوكي اوكي. اوكي بنعمل ايه بقى؟ انا بجيب اللزق، استنى بس ايه افك دول عشان ركزوا معايا. استخدمه ولسه شارياه. بنجيبه ايه؟ بنجيبه من هنا كده. شايفين العمليه يا جدعان؟ من الاول هنا بيجيبوا من اول هنا. تمام. ركزوا معايا ركزوا معايا. بيجيبوا من اول هنا. تمام. تاخدي كده اهو. نكمل. ايوه كده. ايوه. بتداري ايه؟ بتداري ما كل حاجه بانت خلاص. كده اهو، وتفضلي ماشياه لحد برضه. ايوه. يعني موضوع سهل يا جدعان، هتجيبي بتاع كده اهو وتعمليه كده اهو وتوديه كده اهو عشان تعملي كده اهو، بس كده اهو. يا جدعان طبعا انتوا اكيد شفتوا الحاجات اللي بتعملها الفنانه البلوجر هدير عبد الرازق، حتى لو الفيديوهات قديمه فهي بتاعتها طبعا. يا جدعان كده عرفنا احنا هي تستحق ولا ما تستحقش، وبجداره تستحق. طب يعني حاجه مش فقهيه كده. بس كده يا جدعان جبت لكم خلاصه الحوار الفاكسان ده، خلاص كده الحوار اتقفل. هنشوف بقى بعد كده في الفتره الجايه في حوارات تانية هتطلع للفنانه دي ولا لا. اي حاجه هتطلع عليها انا هنعملها على طول. تمام. بس كده يا صديقي، كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو النهارده اتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد. وحابب اقول لكم يا جدعان بجد اشتركوا في القناة، لان بجد 97% من الناس اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين. فعيب كده يا جدعان لما نبقى 97% مش مشتركين و3% بس المشترك. نسبة كبيرة يا جدعان، نسبة كبيرة والله يا جدعان. يعني عيب يا جدعان تتفرجوا على الفيديوهات يبقى تعملوا اشتراك. تمام انتوا اخواتوا هتعملوا. يلا ماشي. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. شكشوكين سلام.